نرصد ونجمع الأخبار من الصحف العالمية والمحلية. نحللها ونتحقق من مصداقيتها، ثم نناقش وإياكم كل مستجدات الأحداث من خلال ما كتبته الصحف وما نشرته المواقع الإلكترونية. ثم نأخذكم في جولة مفصلة بين سطور أهم المقالات لنتعرف من خلالها على الفكر الذي يطرحه كتابها. برنامج الصحافة اليوم يأتيكم على مدار الأسبوع من راديو إسبو اف ام. مساء الخير، أهلا بكم متابعينا وحلقة جديدة من برنامج الصحافة اليوم. أهلا بكم متابعينا. عنوان حلقتنا الرئيسي لهذا اليوم على شرف الميثولوجيا الفنلندية. هذا العنوان سيكون محل تفصيل بعد قراءة عناوين الصحف. نبدأ وإياكم وعناوين صحيفة هلسنكي سانومات. فنلندا تأتي في المرتبة الأولى كأفضل البلدان من حيث الضمان والخدمات وفقا لتصنيف جديد أصدرته إحدى المؤسسات الدولية ضم أكثر من 150 دولة. المجلس الاستراتيجي الذي يصدر تقييما سنويا لسياسة الدولة الفنلندية وكذلك يقيم السياسة الاقتصادية للحكومة يبدي ارتياحه لسياسة الحكومة خلال الفترة الماضية، لكنه يتحفظ على بعض مفاصل مشروع تجديد سلة الخدمات الصحية والاجتماعية. تقرير لصحيفة هلسنكي سانومات يتوقف مع جدلية اليد العاملة ومتطلبات الاقتصاد والتي يمكن معالجتها عبر خيار الهجرة وبين مزاج الشارع وانسجام السياسيين معه، والذي يتخذ موقفا واضحا من الهجرة حاليا في موسم انتخابي ساخن. تتساءل الصحيفة كيف يتم التوفيق بين هذين الاتجاهين. ننتقل إلى موقع أولي الإخبار. شركة فاليو لصناعة الألبان بصدد تسريح حوالي 100 عامل فيها. إلى موقع MTV القناة الثالثة. اقتصاديون نحتاج لليد العاملة من خارج فنلندا بمختلف الاختصاصات. إن عدم توفر اليد العاملة بما يكفي يساهم بتراجع نمو الاقتصاد الفنلندي. وزير العمل. الاختلافات الثقافية تمنع من اندماج النساء في المجتمع الفنلندي. بعد العام 2015 حاولنا في الحكومة العمل بوتيرة أسرع فيما يخص خطط التوطين، وكنا أفضل من المرحلة التي سبقت ذلك التاريخ رغم وصول أعداد كبيرة من المهاجرين. العمل لوحده ليس كافيا للاندماج، العمل يساهم بذلك، لكن هناك أشياء أخرى تتعلق بالتوطين لا يمكن اختصارها بالعمل فقط. أما صحيفة إلتالهتي فعنونت هذا اليوم: وفقا لتصنيف بعض المؤسسات الدولية فإن فنلندا تأتي بالمرتبة الثالثة في قائمة أكثر بلدان العالم للابتكار. معهد هانكن. مشروع معهد هانكن دورة تأهيل لمدة 6 أشهر مع فرص الحصول على عمل منذ 14 من كانون الثاني الجاري. بدء التقديم على دورة التأهيل في معهد هانكن للتعليم الأكاديمي أمتي كوركي قولو، والتي توفر فرصة للتأهيل النظري في مؤسسة أكاديمية مرموقة مثل معهد هانكن للتعليم لمدة 4 أشهر مع 2 تطبيق بإحدى الشركات المهمة يتم اختيارها من قبل المؤسسة نفسها. فرصة التطبيق تسمح بعض الأحيان بالحصول على عمل. التقديم يستمر حتى آذار المقبل. الدورة التدريبية تنطلق يوم 13 من أيار عام 2019. هذه التجربة لن تؤثر على معونة العاطل عن العمل لأنها بالأساس بالتنسيق مع هانكن
وبين مكتب العمل. يشترط في الشخص المتقدم لهذه الدورة أن لا يكون قد حصل على الجنسية الفنلندية، حاصل على شهادة أكاديمية، له تجربة عمل 2 في مجال اختصاصه، يتحدث الإنجليزية، وحاصل على الإقامة في فنلندا. التقديم من 14 من كانون الثاني حتى نهاية آذار. يبدأ الكورس الذي يستمر ل6 أشهر ابتداء من 13 من أيار أدناه، لكن سوف يكون هناك وصلة على رابط صفحة في راديو إسبو انترناشونال للتقديم على هذا الكورس. ننتقل إلى موقع وزارة الخارجية. حوالي 250,000 فنلندي قام بتسجيل الإبلاغ أو إشعار السفر من خلال موقع وزارة الخارجية الفنلندية. إشعار السفر ليس إلزاميا، ولكنه يساهم بتسهيل عمل الجهات المعنية في متابعة المسافر في حالة حصول كوارث طبيعية أو أي تطورات أمنية في البلد الذي تسافر إليه. ننتقل الآن إلى عناوين الصحف العالمية. إلى صحيفة التايمز البريطانية. سوني تنقل المقر الرئيسي من بريطانيا وسط مخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ميركل وماكرون توقيع اتفاقية أخ لحماية المثل العليا لأوروبا. BBC. المحكمة العليا بأمريكا تصدق على سياسة ترامب بحظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش. رحلة كارلوس غوسن من قمة صناعة السيارات إلى زنزانة انفرادية في اليابان. لم تكتفي اليابان بإلقاء القبض على رئيس شركة نيسان رينو حالما حطت طائرته الخاصة في طوكيو في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018، بل وصل الأمر بالمحققين اليابانيين إلى تمزيق المقاعد الجلدية لسيارته التي كان يستخدمها خلال زيارته لليابان بحثا عن الأدلة التي تدينه. ننتقل الآن إلى عناوين الصحف العربية. إلى عناوين الصحف العربية وصحيفة الشرق الأوسط. واشنطن خاطبت دافوس عن بعد وحضور صيني لافت. بومبيو. إيران تقوض استقرار العراق. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران تعمل على الحد من حرية وسيادة واستقلال العراق، مشددا على ضرورة بناء تحالفات لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وخاطب بومبيو أمس المنتدى الاقتصادي العالمي عبر الأقمار الصناعية من واشنطن عقب إلغاء الرئيس دونالد ترامب مشاركة الوفد الأمريكي في المنتدى على خلفية الإغلاق الحكومي الجزئي. وقعها ماكرون وميركل وهاجمهما أقصى اليسار واليمين في بلديهما معاهدة فرنسية ألمانية تمهد لجيش أوروبي. وقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون معاهدة صداقة جديدة في مدينة أخن بغرب ألمانيا أمس في الذكرى 56 لتوقيع معاهدة الإليزيه في باريس. وأكدت ميركل أن المعاهدة مساهمة في إنشاء جيش أوروبي الذي رفض فكرته في وقت سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما صحيفة الحياة. قمة بوتين وأردوغان اليوم مثقلة بملفات شائكة أبرزها مصير أدلب وشرق الفرات. أما صحيفة الزمان العراقية فعنونت: كتل برلمانية تطلب الاستيضاح لانتشار القوات الأمريكية وتحشد لمشروع جدولة انسحابها من العراق. ننتقل الآن إلى عنوان حلقتنا الرئيسي لهذا اليوم.
على شرف الميثولوجيا الفنلندية بقلم جمال الخرسان. الليالي القطبية القاسية وشتاءاتها الطويلة تدفع الفنلنديين كبارا وصغارا إلى البحث عن الدفء وتبادل أطراف الحديث قرب المدافئ. وكانت فاكهة تلك الجلسات حكايا وأساطير الأجداد والجدات ومحفوظاتهم الشفوية المسلية. قبل أن تغزو التكنولوجيا البلاد ويزيد سقف الرفاهية، كان لفنلندا خصوصا ولمجمل منطقة شبه الجزيرة الإسكندنافية عموما تجربة مثيرة في إنتاج الحكايا والأساطير. مثلت بالنسبة فيما بعد ميثولوجيا وموروثا أدبيا غزيرا استوحيت منه ملامح إبداعية هائلة في مختلف مجالات الحياة، خصوصا في بداية تشكل الهوية الفنلندية في القرن ال18 ومطلع القرن ال20. بل لا زال حتى هذه اللحظة هناك من يغذي خياله بالاتكاء على شيء من ذلك الماضي المتنوع في مجالات الفنون العمرانية، التشكيل والرسم والموسيقى والأعمال الأدبية بشكل عام. أدب الأساطير والحكايا أغنى إنتاج البلدان الشمالية في مجال أدب الأطفال، فبرزت أعمال أدبية ممتازة وبرزت أسماء مهمة على هذا الصعيد. إن خوف الفنلنديين على هويتهم من الاحتلالين السويدي والروسي، إضافة إلى محاولتهم إنماء الهوية الفنلندية وتنضيجها، دفعهم للاهتمام بإفراط في موروثهم القديم. جمعوه بشغف وقدموه في قوالب فنية مميزة، ولذلك أصبح لديهم أرشيف ميثولوجي هائل. ورغم أن أساطير المنطقة الشمالية تكاد تتشابه في الكثير منها، الآن ذلك الشبه لا يعني عدم وجود وجوه للتمايز حتى في ذلك المنتج المتشابه، إذ يترك المكان والبيئة أثرهما وشكلهما في ذلك الموروث. في ثنايا الموروث الفنلندي أساطير وميثولوجيا تستمد وجودها من مرحلة الوثنية في الألفية الأولى للميلاد، قبل أن تتحول فنلندا إلى المسيحية بتأثير من الجارة السويدية. وهناك موروث يستمد رمزيته وقوته من الألفية الثانية للميلاد والتأثير الواضح للبعد الديني فيه. وهناك حكايا وقصص تتلاقى فيها المرحلتان مع مزيج الذائقة الاجتماعية بين منطقة وأخرى. من بين الأسماء المهمة التي تناولت الموروث الفنلندي الناقد الفنلندي الشهير لاوري سايمون سوري، الذي ألف كتابا عن الأساطير الفنلندية عام 1947 وترجم عام 2004 للعربية تحت عنوان أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية. وقبل ذلك محاولة إلياس لونريد كتابة ما جمعه من حكايا في القرن ال18 في ملحمة شعرية باسم كاليفالا، التي ترجمت ل50 لغة من بينها العربية. وتقديرا لتأثيرها في مجمل الثقافة الفنلندية، يحتفي بها سنويا يوم 28 من شباط منذ العام 1920، إضافة إلى العديد من الأعمال المهمة في هذا المجال. أعزائي المتابعين، كان هذا عنوان حلقتنا الرئيسي لهذا اليوم. تحياتي وألتقيكم غدا. نرصد ونجمع الأخبار من الصحف العالمية والمحلية، نحللها ونتحقق من مصداقيتها، ثم نناقش وإياكم كل مستجدات الأحداث من خلال ما كتبته الصحف وما نشرته المواقع الإلكترونية. ثم نأخذكم في جولة مفصلة بين سطور أهم المقالات لنتعرف من خلالها على الفكر الذي يطرحه كتابها. برنامج الصحافة اليوم يأتيكم على مدار الأسبوع من راديو إسبو FM.